هذا هو بطل قصة ناروتو، شاب فقير ويتيم عايش في عالم مقسوم لقسمين، طبقة للأغنياء وكبار الشخصيات، والطرف الآخر عايشين فيه الطبقة الكادحة من المجتمع اللي كيكافحوا باش يعيشوا وهما المجرمين والفقراء. واش غتبقى الطبقية ولا لا؟ هادشي اللي غنشوفوه في قصتنا ديال اليوم. قبل ما نبداو دير معاك واحد لايك وسبسكرايب وشي كومونتير وبارطاجي مع صحابك. المهم نمشيو عند رودو اللي ديما كيحط حياته في خطر، حيت كيمشي للمدينة ديال الأغنياء باش يشفر النفايات، حيت الناس اللي لاباس عليهم تما عندهم بزاف ديال الفلوس، وبهذا ما كيتسوقوش للاشياء اللي كتقدم شويه واخا تكون باقا مواقع ليها والو. وهادشي اللي كنشوفوه دابا في واحد الدار ديال عائله غنيه. فهاد الدريه الصغيره تقطعت ليها الدميه ديالها غير واحد شويه، وامها قالت لها باش ما تضيعش معها الوقت وتمشي تلوحها في الزبل وغتشري لها وحده جديده. وبالفعل هادشي اللي كدير، والساكنه ديال هاد المدينه كنشوفوهم كيرميو النفايات في انفاق اللي متصله مباشره مع كاميوات ديال الزبل. وكان هاد الراجل كيشوف في الوضع وكيخطط لشي حاجه ما هياش. وفي الجهه الاخرى كنشوفوا رودو اللي كتسنى يخرجوا الكاميوات ديال الزبل باش يمشي يسرق منهم شي اغراض اللي كيكونوا باقيين جداد، حيت الاغنياء كما شفنا كيبدروا بشي حاجات اللي كتعتبر مهمه بزاف بالنسبه للفقراء. وهاد الحارس سمع صوت رودو وهو كيقلب في الزبل، فدخل عنده بالزربه وقال ليه باش يستسلم ويسلم راسه، وزاد عيط على الحراس اللي معاه. ورودو رفض ورمى عليه الزبل وهرب من عندهم، ولكن من زهر وتسد عليه الباب ديال الخروج، فحاصروا الحراس وبداو كيتيروا عليه باش يقتلوه. ولكن كصدم رودو كيخوي كاع القرطاس وبدا كيجرب سرعته كامله باش يهرب منه، ولكن قبل ما يخرج جات فيه قرطاسه في يده ومشى تخبى في هاد البلاصه وخلاهم حتى مشاو وخرج من واحد القادوس كاين في المدينه. وكيبان لينا انه خدا مع الدميه اللي لاحظتي ديك الدريه الصغيره اللي من العائله الغنيه. وداز هاد اليوم واليوم اللي بعده كنشوفوا المدينه كامله داوين على داكشي اللي وقع البارح. وواحد من الفقراء كان كيسمع في هاد جوج دريات وهما داوين على اللي هرب البارح بالنفايات. وملي مشى هاد الراجل من البلاصه اللي كان فيها بداو داوين عليه حتى هو اخيه بالصيفات، والسبب الواحد على كاع هاد السبان غير حيت هو فقير. وبالمناسبه هاد الراجل سميتو ريك، وعقله مزيان على هاد الراجل وداز من هاد الباب باش يرجع للمنطقه ديالو. والصدمه انه هاد الحيط الكبير اللي كيفصل ما بين مدينه الاغنياء والفقراء بحال تقول عالم مقسوم لقسمين، النعيم والجحيم. في منطقه الفقراء كيبان لينا باللي حتى هما وصلتهم اخبار ديال الهروب نبيش النفايات، واللي هو صاحب ناروتو، واللي في هذا الوقت كيبان لينا كيصلح في الاغراض اللي جابهم معاه البارح. وجات عنده صديق توتشيو وبدا تدوي معاه وكتنصحو باش ما يبقاش يعرض راسو للخطر باش يسرق الزبل. ورودو قال لها باللي الناس اللي لاباس عليهم ديما كيرميو اغراض باقا مزيانه وصالحه للاستعمال، وهو كيحس بالحسره على التبديل اللي كيديروه. هو كيشفر هاد الاغراض باش يبيعها ويربح من الفلوس باش يقدر يخلص نفقات المعيشه. وهما داوين كيجيو عندهم ثلاثه الدراري وبداو كيتنمروا على رودو حيت كيشفر الزبل، وقال له صديق توتشيو باش تبعد منه ولا غتموت بالريحه ديالو. وزادوا قالوا ليها بلي لا قاسب دوك اللي قالت لي عنده فغيتنقلوا لها جميع الامراض ديال العالم كامل وتشوف مع الغريزه البشريه. هذوك تعتبروا في نفس الطبقه تقريبا، وبالرغم من هادشي كيتنمروا على بعضيات. هو الدري ضرب البول اللي كان كيصلح فيها رود، وزاد قال لي انه حتى واحد ما غيشري من عندك هاد الزبل اللي كتصوب. وكتدخلت شي وقالت لهم بلي حنا فحالنا فحال رودو، كاملين عندنا نفس الحوايج وعايشين في نفس البلاصه. ورد عليها الدري وقال لها بلي بصح حنا فحال، ولكن كاين فرق كبير بيننا وبين هذا المخلوق اللي هو ولد قاتل متسلسل. وحنا عارفين باللي الاغنياء داروا هاد المدينه كحبس او منفى للمجرمين والقتاله اللي هما جدودنا، ولكن حنا كنحاولوا نقادوا العلاقه ونصالحوا ما بيننا وبينهم، وكنا قراب باش نوصلوا للمراد ديالنا. ولكن جاء برودو وخسر لينا كلشي، حيت بقى غير كيقتل في الناس الاغنياء. وسبب هاد الهضره رودو تعصب بزاف، شاف فيه بواحد النظره اللي خلاته يمشي دغيا من هاد البلاصه. ومن بعد ما مشاو تشيو قالت لرودو بين انت واصل منك شخص طيب ماشي بحال الاب ديالك بحال اللي كيقولوا عليك الناس، وانا متاكده من هادشي. ورودو مقوت الاحراج ما قدرش يجاوبها. ومن بعد كتشوف تشيو الدميه اللي عجباتها بزاف، وخا رودو كانت عزيزه عليها الدميه قال لها ما تغلاش عليك. وفي هذا الوقت كتجي والده تشيو وقالت لها علاش واقف مع الدري، ومشات معاها. وهما غاديين قالت لها ما بغيتش نشوفك معاه مره اخرى. اما صديقنا رودو فرجع للبلاصه اللي ساكن فيها، وتما كنشوفوا الراجل اللي شفناه في مدينه الاغنياء ريكتو، واللي هو اب رودو بالتبني. وملي شاف رودو داخل قال لي ما عرفش حتى الدواء مع البنت، وهادشي صدم رودو حيت سمعهم اللي كانوا داويين. وقال لي عاوتاني ريكتو باش يعترف ليها في اقرب وقت. ومن بعد قال لي اش درتي البارح في مدينه الاغنياء باش هادشي كامل يوقع؟ واش نسيتي ملي قلت لك راه من حد كاين ما تحتاجش تخاطر بحياتك؟ ورودو رد عليه وقال لي ما تخافش حيت عمرني ما حصلت. وقال لي ريكتو شنو داكشي اللي وقع البارح؟ سمعت باللي كانوا قراب يشدوك الحراس. وعاوتاني قال لي واخا حنا ما عندناش رابط عائلي حقيقي ولكن عايشين مع بعضيات، وانت خاصك تعيش طفولتك وحياتك كاي طفل عادي. انا ما قلتش لك باش تعاوني وترد لي الجميل. ورودو حاول يبرر لي داكشي اللي كيدير. وهما داوين كيشوف ريكتو الضربه اللي جات في رودو البارح فتخلع وقال لي حيد جاكيت باش نداوي لك الجرحه. وقال لي شوف كنحضرك باش ما تمشيش مره اخرى لمدينه الاغنياء. هاد المره داز سالمه، ولكن المره الجايه ممكن تكون خطيره بزاف وما عرفش اش يوقع لك اللي شدوك. ورودو قال لي بصح عندك الحق، ولكن هذا الجرح صعيب شويه، ولكن راه ما كيتقارنش مع اللي سببوا لي الاب ديالي. وريكتو قال لي بلي انت عارف الجرائم اللي كيجيو من مدينه الفقراء اشنو كيكون العقاب ديالهم. العقاب هو حكم الرمي في الهاويه، وهادشي اللي وقع للوالد ديالك، وعلى هادشي خاصك تهتم بحياتك شويه واخا تكون حياتك خايبه. ورودو كيشوف في يدو وكيتفكر باللي هي كانت
هكا ملي كان صغير، وكيفاش كاع الناس كانوا كيضحكوا ويتنمروا عليه، وهذا الشيء اثر على النفسيه ديالو بزاف. ولكن شي ساله ملي ريكتو تبناه وعطاه هاد اللي قالت لي هما السبب باش ما بقاش كيحس بالالم اللي كان في يديه، وكان كيفكر في داكشي اللي دار مع ريكتو ملي يلاه تبناه. وريكتو كيقاطع التفكير ديالو وقال ليه غدا خاصك تاخذ هاد الدميه باش تعطيها لتشيو وتتعرف ليها. ورودو حشم الهضره ديالو وقال ليه باش ما يبقاش يتدخل في الحوايج اللي بعاد عليه. وعلى برا بان لينا هاد الراجل اللي الشكل ديالو غريب كيراقب الدار ديالو، وانا الصراحه ما مرتاحش لهاد الراجل. واليوم اللي بعده في الصباح كيبان لينا ريكتو كيحاول يعلم رودو كيفاش يبتسم باش يتلاقى مع تشيو، ولكن فشل. ورودو خرج على برا ومع الدميه وهو غادي كيشوف محاكمه واقعه لشي شخص غيلوحو في الهاويه. هو استغرب حيت الناس كامله فرحانه وكتغوت وكتسنى في لحظه تنفيذ الحكم. اما رودو كيتسائل مع راسو وقال ما عرفش اش كيوقع للناس اللي كتلاح في الهاويه. وكيشوف حداه كيلقى تشيو اللي قالت لي اش كدير في هاد البلاصه حيت انت مولفش كتجي لهنا. ورودو توتر ودار الدميه ورا ظهر وقالت لي تشيو باللي انك تشاهد شي واحد كيموت صعيبه شويه، ولكن رودو رد عليها قال لها باللي عادي ومن حدك ساكن في هاد المدينه خاصك تولف تشوف بحال هادشي. وتشيو قالت لي عندك الصح، هاد المدينه تبنات حدا الهاويه ماشي من فراغ، وانما خصنا نعرفوا باللي الاغنياء في اي وقت يقدروا يتخلصوا منه. شافت فرودو وقالت لي انني ما باغيش نشوفك في بلاصه الراجل اللي لغيت ليه دابا في الهاويه، خاصك ما تبقاش تسرق النفايات. ورودو قال لها باللي هاد الهضره قالها لي حتى عليك. وتشيو قالت لي حيت دابا انت عزيز عليه قال لك هاد الهضره، وزادت اعترفت لي بمشاعر ديالها جهته. ورودو تصدم ولكن استغل الفرصه وعطاها الدميه اللي جابها معاه. خداتها تشيو وهي فرحانه. ورودو ما قدرش يتسنى ومشى كيجري للدار باش يقول لها ريكتو. هو غادي كيجري خبط في هاد الحارس وطاح في الارض، وكان مستغرب علاش هما كاينين هنا، ولكن ما عطاش الامر اهتمام وكمل في طريقه حتى وصل للدار وحل الباب وهو فرحان باش يبلغ ريكتو بداكشي اللي وقع. ولكن هنا فين كانت الصدمه، رودو لقى ريكتو طايح في الارض ومطعون بموس وغارق في دمه، واحد هذاك الراجل اللي لابس قناع على وجهه. ورودو يلاه بغى يهجم عليه حتى لقى راسو طايح في الارض وهو كلا دلب الصح وحاول ينوض ولكن ما قدرش. وداك الراجل داز من حداه وهز واحد الكتاب من الارض وخرج من الدار. ورودو بغى يتبعو ولكن سمع ريكتو كيعيط عليه ومشى عنده بالزربه باش يعاونو، ولكن ريكتو قال ليه سير هرب دغيا باش ما يشدوكش الحراس حيت خاصك تغير هذا العالم. ورودو بقى غير مصدوم حتى جاو الحراس وقالوا ليه غير اعترف دم الضحيه على اللباس ديالك. ورودو رد عليه بلي القاتل الحقيقي هرب ولكن لا حياه لمن تنادي. ما صدقوش وزاد ضربوا هذا الحادث بديريكت. ومن بعد كيبان لينا بلي اخبار موت ريكتو انتشرات في المدينه كامله. ورودو غيتحاكم بتهمه قتل الوالد ديالو بالتبني. كنشوفوا باللي رودو معلق في البلاصه ديال الاعدام والناس كامله كتفرج. والقاضي قال ليه باللي انت درتي جريمه لا تغتفر وهي القتل، والعقاب ديالك هو التلاح في الهاويه، والناس كامله ايدوا هذا الحكم. اما رودو فكيكون باقي مصدوم حيت خلال ساعه حياته تقلبات كامله، وكيشوف وسط من الناس كيلقاهم كاملين ما مصدقينوش حتى جات عينو على تشيو وغوت عليها بجهده كامل باش تشهد لي انه ما دار والو. ولكن هي قالت لي خيبتي الامل ديالي، طلعتي فحالك فحال باك مجرد قاتل ولاحت لي الدميه اللي عطاها ليها. ورودو صافي حقد على كاع هاد الناس وقسم باش ينتقم منهم كاملين وشاف فيهم ويجي عينو في قاتل الحقيقي. ولكن هذه كتكون اخر حاجه شافها قبل ما يتنفذ الحكم وطاح في الهاويه وعينو فيها غير جمره الحق والرغبه في الانتقام من كاع اللي ظلموه. وملي طاح حل عينو وهو مستغرب كيفاش باقي عايش وناض هو يشم اخيب ريحه في حياته وشاف قدامه لقى راسو وسط من جبال من الزبل ويلا بغى ينوض لقى جاي موراه وحش مكون من النفايات. وهكا سالات هذه الحلقه. ما تنساش دير معك واحد لايك وسبسكرايب ونتلاقاو في الحلقه الثانيه. تهلاو.